عالسلامة ومرحبا بك. تصور تفيق كل يوم واول حاجة تصير لك هي انك تموت، بالطبيعة لطف عليك صديقي. اليوم باش نحكوا على شورت موفي ماخو اوسكار على احسن فيلم قصير عام 2020. Come on, we got a problem here. Get off of me, man! Get off of me! Two Distant Strangers. طول الفيلم هذا 32 دقيقة بالضبط وموجود على نتفليكس. نعرفكم بالشخصية الرئيسية، هذا صديقنا كارتر قاعد يعيش في اليوم، يعني نهاره قاعد يتعاود وكل يوم تصير معاه نفس الفازات. نهاره يبدا انه يفيق واحد صاحبته ويوفى بوليس يقتل فيه، كل يوم نفس الشيء، فمهما حاول وبدل الحاجات اللي يعمل فيها ديما في الاخر يموت. ورغم انه فكرة الفيلم تايم لوب مش حاجة جديدة، نتصور انكم تفرجتوا الفيلم قبل كيما هابي ديث داي ولا حتى سورس كود. كارتر كان عنده هدف واحد برك، انه يرجع لداره وللكلب نتاعو. عالسلامة، انا طفلت على اللايك. نعرف اللي ديما نقص عليكم في الفيديو اخي الفيديو، حبيت نشكركم الناس الكل و it doesn't hurt if you press that like now. الحكاية الكل على خاطر هو أسمر من أصول إفريقية، ففي أول يوم مد نفس الطريقة اللي مد بها جورج فلويد مخنوق، ومن بعد البوليس يتفنن في كل مرة طريقة جديدة باش يقتل، لدرجة إنه كارتر من كثر ما عمل كل شيء وجرب كل شيء سلم السيد سيء، فهم إنه زايد يهرب، والحل الوحيد إنه يمشي يحكي مع البوليس باش يوصل لحل سلمي. وفي الآخر بعد ما مات 99 مرة، أي نعم 99 مرة، تجي المرة 100 ويمشي يحكي مع البوليس يقول له يرحم والديك علاش تقول فيا كل يوم؟ مش عملت مش انسان كيفك؟ البوليس بالطبيعة ما فهم شيء ومستغرب خاطر نهاره قاعد يتعاود، يعني عبارة السيد هذاك أول مرة يشوفه. يا أخي وأخيرا البوليس ركب كارتر معاه في الكرهبة، قال له هاي خويا يجي نروح بك للدار. لازم نحبس هنا على خاطر الباقي الكل يتسمى سبويل. قصة تحفونة وفيلم باهي وكما قلت ماخو أوسكار ومعاه جوائز أخرين، وبالحق يستحقهم على خاطر موضوع مهم برشا وتطرح بطريقة ذكية برشا. من الآخر صديقي الفيلم هو نص ساعة، فبرا امشي تفرج فيه. في بالكم تونس عام 2018 كانت أول بلاد في شمال أفريقيا يتفعل قانون على العنصرية، فبموجب القانون عدد 50 أي شخص تثبت إدانة نتاعو إنه استخدم لغة عنصرية ولا عمل أفعال عنصرية يشد حبس المدة توصل ل3 سنين، وزاد ينجموا يفرضوا عليه خطية توصل حتى ل3 ملايين. قبل ما يوفى الفيديو خليني نشجع المنتوج التونسي ساعة قبل، فهو مسلسل اسمه هذوكم من إخراج عبد الحميد بوشناق، حلقة اسمها العنصرية. اكتب في اليوتيوب مسلسل هذوكم حلقة العنصرية تطلع لك أول واحد. ننصحكم تمشوا تتفرجوا فيها قبل ما تفرجوا في Two Distant Strangers. بالرسمي مسلسل هذوكم underrated على الآخر، وما نعرفش علاش مش يحكوا عليه جنب. هنا نكون وصلنا لآخر حلقة. عايشك صديقي المتفرج على الوقت نتاعك، أنا صادق طفل نتاع الأفلام والسيريات، والسلام.